اخواتي الاساطير عاملين ايه النهارده؟ لسه مخلصين شغل وزي ما انتم شايفين احنا جايين نتكسحين. انا قاعد يا دوبك دخلت قعدت على الكنبه مش قادر اتحتح، وزي ما انتم شايفين الحاج هيثم دخل مدد على الكنبه، ما هواش عارف يقوم ولا عارف يعمل اي حاجه في اي حاجه. فبما ان احنا جايين من الشغل تعبانين فقررت نعمل تحدي انا وهو، ان مفيش لا اكل ولا شرب ولا اي جنيه تصرف لحد اخر اليوم. عموما احنا لسه الساعة 6 المغرب، فلسه قدامنا لحد الساعة 12 واحدة بالليل كده على بال ما إيه ننام او كده يعني. فقررنا ان احنا في الفترة دي بما ان احنا لسه جايين من الشغل وما اكلناش من الصبح يعني معلومة، قلنا نخش في التحدي ده، او انا اللي هخش في التحدي دوت مع نشوف مين اللي هيقدر يقاوم لحد بالليل كده من غير ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجة. فتعالوا كده، عايز اوريكم حاجه الاول بس من غير ما حسام ياخد باله. هو المفروض ان انا في حاجه انا كدبت عليها او ان انا قلت كده قدامه عشان هو طبعا سامعني وانا عمال بتكلم، بس في مقلب انا هعمله فيه. هو كان جايب كيس لبن وحطه في التلاجة علشان اللبن دوت والمفروض هياخده مع علاج عشان إيه ما لناش دعوه في الحاجات ديت، بس المهم ان انا هشرب كيس اللبن ده قدامه واشوف رد فعله ايه. تعالوا. التلاجة ما فيهاش حاجه اصلا غير كيس اللبن وازازه ميه وكيس عيش. يعني أنا مش تركيز الدنيا أصلا. اللبن ده طعمه حلو والله، بس أنا عندي فكرة أحلى من اللي أنا قلتها لكم دلوقتي. أنا هفضي كيس اللبن ده كله، مش هقدر أشربه كله طبعا. أنا هفضي كيس اللبن دوت في إزازة وهحط الكيس فاضي في قلب التلاجة، وبعد كده هقول له طب قوم خد بيلا اللبن عشان العلاج يجيب نتيجة وكده. هشوف رد فعله ايه. يلا بقى اضغط لايك للفيديو واكتب لنا كومنت لو عايزين جزء تاني هعمل لكم جزء تاني، بس ما تنساش اللايك. ولو انت مش مشترك في القناة انزل اشترك دلوقتي عشان تشوف كل المقالب والفلوجات اللي جاية. يلا بينا نكمل المقلب. معلم مصطفى بقرة موجود. هيثم، هيثم، صباح الفل، صباح الفل يا باشا. انت ما شربتش اللبن على فكرة. اللبن انت مش شربتش اللبن. المفروض انت كنت تشربه وقال لك اشربه بعد ما تاخد العلاج على طول، صح؟ طب قوم اشرب اللبن. يلا قوم اشرب اللبن. ايوه ما تهزرش بقى، فين بقى؟ سيب البتاع بقى. انا مش بهزر ولا انا بصور ستوري حتى في النوم عادي. لا فين كده. قوم بس طب قوم. انت في النوم. طب معلش قوم خد اللبن الاول وبعد كده خش كمل نوم جوه. يلا يلا. انت هتقف. اجيب ايه؟ انت انا بصور فيديو مش هعرف اجيب. قوم بس حاجة. قوم يا اسطى اشربه وهو في التلاجة كده، اقعد اشرب لك شوية وبعد كده احطه تاني. معلم هيسوم، العروق بالشفا يا جدعان، والله هو تعبان بقاله كام يوم وربنا يشفيه يعني، واخد دور برد من الحلال. يلا علشان عايزين نصور فيديو انا وانت كده بسرعة. يلا.
ربنا يشفيك يا ابني، ربنا يشفيك يا رب. انا ما كنتش حلو انا بتاع اصلا. لو انا ما بقدرش. لا انا ما بحطها هنا بالطرف. طب الشاي اصلا هنقربها ازاي؟ حطها كده برا لك عشان مش عايزها حلو. حاضر يا اسف، حاضر. رايح في ايه؟ اشرب لك لبن الاول. انا اشرب لك شويه لبن الاول، مش عارف ان الكاميرا مكسيه ليه. يا ابني انا حاطط لك في التلاجة تحت. كنت عطشان والله يا اسم وشربته عادي يعني. لبن يا فين اللبن؟ ايه؟ فين اللبن؟ طب بالله عليك هو الكيس بكام؟ فين اللبن؟ الكيس بكام؟ 25 فين اللبن؟ الكيس ب 25. يعني تستخسر في اخوك 25 جنيه؟ فين إيه الكيلو؟ ده؟ ما اقدرش فين اللبن يا اسطى. شربته يا اسطى، انا ما بهزرش. هو ايه اللي شربته يا خالد؟ عشان وشربت الميه ساعة أوي دوت لسه دافع من طعمه، ما حب بعرفش أشرب الميه الساعة. روح هات هذا خالد. روح هات هذا خالد. أنا مش معايا غير فلوس الشهوب. ماليش فيه، روح هات واحد. بال روح هات واحد. استخسر في أخوك 25 جنيه. دول 25 جنيه. 25 ماليش فيه، روح هات واحد. ليه؟ رايح في إيه؟ هتعمل إيه؟ روح هات واحد. مش معايا فلوس. صعبة صعبة بس يا كبر. صعبة. بس رحت لي البيش. بس هتغرقني، الله يخرب بيتك التيشيرت أبيض. صعبة. ينفع كده يا جدعان؟ غرقلي التيشيرت وغرقلي الشبشب المعفن على كيس لبن ب 25 جنيه، وعمال يحدفني بالازايز. حسبي الله ونعم الوكيل. ما نجيبه له وهو طالع من الحمام، افاجئه بقى اشوف رد فعله ايه. اتفضل يا بالله. خد يا معفن الله. برضه لا. مم. لا، هي خد يا معفن الله. هو بيموت جوه ولا ايه؟ انت بتعمل ايه جوه؟ رجع. بيرجع. خد يا معفن اللبن. اللبن يا معفن. يا معفن الله. اه. بتزعلني انا عشان 25 جنيه. وانا عايز ضمني بقى ان ده بقى اللبن بقى اللي كنت جايبه بفيرو. مش يمكن يكون اللبن. لا يا اخي، ايه اللبن ده؟ انت ايه بتبص لي كده ليه؟ اللبن. لا يا حبيبي، ده اللبن اللي اصل ده شكله لسه خاصة نازل سفلي على اهو. فكره انا مصوره في الفيديو، بتخش اتفرج على الفيديو هتلاقيني وانا لسه طازه ايه، او هو جايبه من الجاموس. يا عم التيشيرت ابيض مش كفايه لسه مغرقني. لسه. يلا يا اخواتي، اشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وعايز الفيديو دوت يوصل 50 لايك. ولو وصل 50 لايك هعمل لكم مقلب تاني اجمد من ده بمليون مره. ده يعتبر مقلب كده جزء من المقالب اللي انا بعملها. بس انا عايزك تشترك في القناه، فعل زر الجرس توصلنا الفيديو ده 50 لايك. سلام.